يا أهلا وسهلا بيكو يا حبيبات القلب ويا رفيقات الدرب. تعالوا النهاردة ندردش شوية واحنا بنعمل تجربة جديدة. طلع في بالي أجرب أرسم على القهوة. ازاي كده وخلاص، مع اني لا أفقه شيء في الرسم على القهوة، وعادة أنا بشرب القهوة تركي أصلا من غير لبن خالص. المهم، وانا بشارككم التجربة دي حابة اتكلم معاكم في موضوع من إيحاء القهوة. تخيلوا ان احنا حياتنا عاملة زي القهوة، فيها جزء غامق زي الاسبريسو او القهوة السريعة اللي بنحضرها دلوقتي كأساس للفنجان الحلو ده، وفي جزء تاني فاتح زي اللبن. هل حياتنا بتبقى غامقة على طول او فاتحة على طول؟ مستحيل، مفيش حد حياته كده. كل انسان عنده الحلو وعنده الوحش. ممكن الحلو يكون ازيد وممكن الوحش يكون ازيد، بس في الاول وفي الاخر الحياة بتبقى ميكس زي فنجان القهوة اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. بنحاول نخلي فيها لحظات جميلة، بنحاول نصنع السعادة والفرحة، زي محاولتي دلوقتي اني ارسم على وش القهوة. هل هنقدر ولا لأ؟ مش عارفة، بس خلينا متفقين ان المتعة الحقيقية في الرحلة مش في الوصول. يعني واحنا بنعمل دلوقتي فنجان القهوة شغالين فيه، مستمتعين بيه، مستمتعة بكل لحظة وانا واقفة بحضره. حتى لو التجربة ما نجحتش او ما كانتش احسن حاجة، هقلبه على بعضه ببساطة هيبقى كابتشينو. المهم ان انا عايزة اقول لكم ان الحياة مش اسود على طول ولا ابيض على طول. الحياة فيها الحلو والوحش، فيها اوقات سعيدة وفيها اوقات صعبة، وزي ما احنا عايزين نستمتع بالحلو فيها لازم نتقبل المرارة اللي موجودة في الجزء الغامق، عشان في الاخر نعمل التوازن اللي بيدينا الطعم الحلو ونقدر نعيشها واحنا راضيين ومبسوطين. والاهم من ده كله ان احنا نكون مقتنعين ان الحياة كلها رحلة. الحياة مش دار البقاء، مش دار القرار، مش دار الخلود. كلنا مؤمنين ان في اخرة، وكلنا في الحياة في رحلة هدفها الوصول للاخرة. ففي الاول وفي الاخر الحياة مش مستاهلة. معنى كده ما نعيشهاش، بالعكس نعيش ونتبسط ونفرح في الحدود اللي ربنا امرنا بيها، وفي نفس الوقت نتقبل ابتلاءات ربنا لينا، نتقبل الصعوبات اللي بنقابلها في حياتنا، نرضى بأقدار ربنا كلها. في الأول وفي الآخر أقدار ربنا كلها خير. ممكن تبان صعبة بس قد تكون للتأديب، قد تكون للتهذيب، قد تكون للتعليم، قد تكون بتمنع ضرر أكبر، بتمنع أذى أكبر. ممكن. المهم لو فهمنا ايه السبب، لو فهمنا ايه اللي ورا المحنة، هتتحول لمنحة. دول كلمتين من قلبي حبيت اقولهم لكم وانا بعمل فنجان القهوة، وزي ما انتوا شايفين بحاول باستماتة اني اوصل لفنجان قهوة شكله حلو مرسوم عليه. دي اول تجربة ليا بعد ما شفت فيديوهات كتير، بس مش عارفة هل الفوم اللي طالع من المكنة دي فعلا ينفع يترسم بيه، لان بيعملوا الفوم بمكان تاني اصلا بضغط البخار بقى وحركات. المهم هنجرب. ودلوقتي فنجان القهوة طلع جميل، الفوم لذيذ احلى من الكابتشينو الجاهز اللي بنشتريه، لكن طلعت الرسمة اللي انا كنت عايزاها؟ لا طبعا مش محتاجة اقول لكم انها فشلت فشل ذريع، انتوا اكيد شايفين بنفسكم. لكن فنجان القهوة طلع تحفة، وده يوصلنا لحاجة مهمة. ممكن واحنا بنسعى في الحياة ما نوصلش لهدفنا. هل ده معناه ان احنا نستسلم؟ بالعكس، ان شاء الله هنجرب تاني وتالت ورابع وعاشر لحد ما نوصل. وحتى لو ما عرفناش نوصل او مش مكتوب لنا الوصول للهدف ده، في اهداف تانية حلوة. المهم اننا حاولنا، والسر بجد في الرضا. مش بمعنى اني اقعد مكاني واحط ايدي على خدي، لا خالص. ده انا اتحرك واسعى واعمل كل اللي عليا وابذل كل طاقتي وجهدي، اتعلم واشوف وادور واعرف. بس لو ما قدرتش في الاخر، الحمد لله. الفيديو النهاردة برعاية فنجان القهوة. قولولي الفكرة اللي عايزة اقولها لكم قدرت توصل فعلا ولا لا،
ومش هنسى اقول لكم زي كل مرة سعادتك بايدك حتى لو بفنجان قهوة.